أيضا بدأت الجائزة بخطى يشرفني اليوم بصفتي عضو الأمانة العامة لجوائز جلوبال العالمية أن أقف أمامكم في هذا الحدث السنوي المتميز، الحدث الذي يزداد رسوخا وتأثيرا عاما بعد عام، لنحتفل معا بالدورة العاشرة من هذه الجائزة الرائدة هنا في مدينة مراكش جوهرة الجنوب المغربي في هذا اليوم 27 نوفمبر 2025. مراكش وأن تظل بلادنا العربية اشتدت الخطوب وتكالبت التحديات، ولعل أجمل ما في هذه اللحظة أنها لا تحتفي بالأسماء بقدر ما تحتفي بالقصص التي حملتها هذه الأسماء، قصص كفاح وإصرار، جهد موصول وعشق صادق للمعرفة والعمل. تمنح الضوء لمن يستحقه وتحتفي بالتميز المؤسسي والفردي. كنا مع كلمة الدكتور محمد النخلي، هو كذلك عضو الأمانة العامة للجائزة، فليتفضل مشكورا. من القادة وصناع القرار من دولة الكويت صورة الذكرى. تفضل معنا سعادة السفير بالبقاء. الرئيس التنفيذي لشركة راجل للاستشارات الهندسية، ونال جائزة التميز في الحلول الهندسية المتكاملة لعام 2025. هنيئا للسيد المهندس سلطان الهندار. هنيئا للمملكة العربية السعودية بهذه الجائزة، جائزة التميز. تسلمها بالنيابة يسوع. تسلمها. باتت اليوم مرجعا موثوقا للتميز في العالم. شكرا. السيد المهندس عبد اللطيف العيبد، رئيس التنفيذي لشركة أروقة للاستثمار والتطوير، ونال بذلك جائزة أفضل تصميم مشروع عقاري سكني لعام 2025. الدكتور ممدوح البقمي، الرئيس التنفيذي لشركة أنفاس للرعاية الطبية، يتسلم جائزة التميز للرعاية الصحية لعام 2025. هنيئا سيدي. الجائزة الموالية هي جائزة أفضل تصميم مؤسسة طبية عربية في الصحة النفسية، جائزة أفضل مؤسسة طبية عربية في الصحة النفسية، وجاءت بنصيب مجموعة بوابات الصحة، ويستلمها سعادة الدكتور معتق الشهراني الرئيس التنفيذي. هنيئا لهذه الجائزة. سعادة الدكتور معتق الشهراني، الرئيس التنفيذي لشركة بوابات الصحة، يتسلم جائزة أفضل مؤسسة طبية عربية في الصحة النفسية لعام 2025، وجاءت من نصيب شركة مشارق المتميزة، ويتسلم هذه الجائزة الأستاذ محمد أمين أندريغيري رئيس مجلس الإدارة، وهذه مناسبة لتثمين هذه اللحظة من الفوز في إعلاء شأنها من قبلكم. بارك الله فيكم. هنيئا لكم، وهنيئا لجائزة أفضل مؤسسة في خدمات حجاج الخارج. هنيئا لخدام ضيوف الرحمن. الجائزة الموالية جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية لعام 2025 مقدمة
إلى جمعية رؤوم لرعاية الأيتام من المملكة العربية السعودية، ويستلم الجائزة سعادة السيد فروان بن سعد الفروان. جائزة جمعية رؤوم لرعاية الأيتام من المملكة العربية السعودية، ويتسلمها السيد فروان بن سعد فروان، وهي جائزة ديال أفضل رئيس أفضل مؤسسة خيرية عربية. نلتم خير الجزاء الأستاذ وشركة جمعية رؤوم، بارك الله فيك. تفضل مشكورا. هنيئا للأستاذ محمد أمين أندريجيري رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الذهبية، التي نال بها جائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي في فئة التطوير والجودة. واصل خدماتك وعطاءاتك في خدمة التطوير والجودة، ونحن كلنا فخورون بكل جائزة عربية لأنها تنتمي إلينا ونحن ننتمي إليها. أشوقنا وأحوجنا وما أشد وحر انتظاراتنا لهذا الأدب الجميل، وصاحبة هذه الجائزة من المغرب الشاعرة الكبيرة سميرة فرجي، نالت جائزة التميز في الأدب العربي. أهلا بالشعر. الشاعرة والأستاذة الكبيرة سميرة فرجي تحصل على جائزة التميز في الأدب العربي لعام 2025. هنيئا سيدتي وهنيئا للمغرب. هنيئا للمرأة العربية بالتميز، لا ننساها بقليل. وطبعا